اخطر وافضل مخابرات في العالم هو الهدف ديال المغرب. خدمة الهليكوبتر خدمها والله تخدم. جاو 3 ديال ما عرفت شنو هما هادوك، واش باطوات ولا لامارين ديال اسبانيا. 3 كاين واحد ورا الجبل، واحد ورا الجبل يخرج دابا. تخيل معايا جزيرة عسكرية محتلة من طرف إسبانيا من 1848 تحت مراقبة صارمة بالليل وبنهار، وأي مدني ممنوع يدخل ليها. وفجأة اليوتيوبر المغربي بالنسنس كيبان في واحد الفيديو كيتجول فيه بحرية بحال شي سائح، بلا ما يوقفوا حتى جندي وبلا ما يفيقوا به الرادارات ولا الدوريات العسكرية. الفيديو ديالو دار ضجة كبيرة، ووزارة الدفاع الإسبانية دارت تحقيق عاجل، والناس كاملين كيسولوا كيفاش قدر يتسلل لديك الجزر. واش هذه شجاعة ولا تهور؟ وشنو يعني هذا الشيء السيادة ديال إسبانيا على هذه الجزر؟ بالنسنس هو مغامر ومؤثر رقمي مغربي اشتهر بتحدياته ومغامراته في المناطق الحساسة، وفي الأوائل الأخيرة نشر مقطع فيديو على قناته يظهر وهو يتسلل سباحة إلى جزيرة إيزابيل الثانية، إحدى الجزر الجعفرية المحتلة من قبل إسبانيا. الفيديو أثار جدلا واسعا، حيث أظهر بالنسنس وهو يتجول في الجزيرة دون أن يصادف أي دوريات أمنية، مما يشير إلى وجود خلل في النظام المراقبة الإسباني. ومن بعد الفيديو ديال الكنز اللي ادعى فيه بالنسنس انه لقى واحد الكنز، واحد القصر اللي مهجور ديال شي جنرال اللي تا هو دار بوز كبير، وبزاف اللي شافوا انه يمكن غير كذبها وباللي داكشي ماشي حقيقي. ورجع بالنسنس بفيديو جديد اللي حاليا واصل لأكثر من 1,000,000 مشاهدة على اليوتيوب. حتى الآن لن تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الإسبانية تؤكد الاعتقال أو توجيه تهم له، ومع ذلك فتحت وزارة الدفاع الإسبانية تحقيقا بهدف ما إذا كان هناك خلل في الأنظمة المراقبة أو تقصير من الوحدات المكلفة من الحراسة، ومن غير المستبعد أن تتخذ إجراءات قانونية ضد بالنسنس إذا ثبت تورطه في أي خرق للقوانين الإسبانية. المهم غادي نديرو الفيديو واحد الملخص صغير بالنسبه اللي ما تفرجش ليه. المهم لبس حوايج الغطس ديالو وتحرك من اخر نقطه بريه من مدينه الحسيمه اللي مقابله مع الجزر الجعفريه، وغيمشي سباحه حتى يوصل لواحد الجزيره صغيره اللي كتكون جبليه، والمسافه بين المغرب وبين ديك الجزر كانت تقريبا بين 3.5 ديال الكيلومترات، لانه كاين 3 ديال الجزر صغار وقرابين لبعضياتهم، وحده فيهم جاهزه عسكريا بالضبط اللي كاينه في الوسط. وبما ان الجزيره قريبه لمدينه الحسيمه، فالبحر اللي بيناتهم كيكون بحر مشترك، والنص كيكون تابع لذوك الجزر والنص الاخر تابع للحسيمه. يعني بالنسبه راه مجرد ضرب 1-2 كيلومترات ديال السباحه كان داخل منطقه محتله تابعه لاسبانيا. ومن بعد خرج بالنسنس من البحر وغيدخل الجزيره اللي على اليمين، لان هي اللي ما فيهاش العسكر وخاويه، واللي سميتها جزيره إيسلا دراي. ومع دخل بالنسنس غيتلاقى مع واحد البنايه مهجوره كانت كتستعمل من طرف الاسبان كمركز المراقبه باش كيراقبوا البحر. ومن بعد كتخوا وغيتحولوا الجنود كاملين للجزيره الوسطانيه اللي هي جزيره إيزابيل، واللي فيها تقريبا 50 جندي اسباني. وثم فاش غيدخل لداخل بالنسنس، حيت ما كانش عارف، غيدير التحيه العسكريه لواحد المقابر كاينين تماك، وهذوك الجنود اللي مدفونين تماك هما جنود اسبانيين كانوا ماتوا وقت الاحتلال الاسباني لدوك الجزر. ومن بعد ما خرج من ديك الجزيره عاود دخل الجزيره ثانيه اللي فيها تواجد عسكري ديال الاسبان. الغريب انه فاش دخل ليها ما هضر معاه حتى شي واحد وما لقى فيها حتى شي واحد، كانها حتى هي مهجوره، ومع العلم انها مجهزه بالماء وبالضوء وبالبنيات المدنيه والعسكريه. حتى لواحد اللحظه عاد غيبان ليه شي واحد طالع لجهته وغيقلب الدوره وغيمشي في حالاته، وحاول يتخبى بين ما يمشي داك السيد. ومني كان مخبي غيبانوا ليه جوج ديال الناس كيهضروا مع بعضياتهم، وواحد فيهم هو نفسه اللي كان جاي في الاتجاه ديالو. المهم مشى من تماك وضرب دويره على واحد البناء، وبالصدفه ثاني غيتلاقى واحد الشخص تماك يمكن خدام بناي. ثم شوفوا ليا بالناس واقف كيتمنظر بحال الا ما داخلش المنطقه عسكريه محتله. والغريب انه هو في ديك الوقيته فاش كان في ديك الجزيره جات واحد الهليكوبتير باش دير دوريه خاصه تماك، وبالنسنس قال بلي حسوا بيه تماك. داكشي علاش جات الهليكوبتير، وجاو حتى بعض الباطويات التابعه للبحريه الاسبانيه كيدوروا على ديك الجزر وكيقلبوا عليه، وفي الاخير غيخرج بسلام من ديك الجزيره وغيرجع للحسيمه. اما العقوبه اللي ممكن ياخذها بالنسنس لو انه تشد من طرف الاسبان غتكون جوج ديال الاحتمالات: اما غيعتبروه تسلل غير قانوني بحال اللي كيوقع مع المهاجرين وغيردوه للبلاد،
ويقدروا يطلبوا منه يخلص غرامة مالية إلا حسوا باللي أن النية ديالو استفزازية. أما الاحتمال الثاني هو إلا كان هز معاه الدرابو ديال المغرب وبغى يغرسو تما في ديك الجزيرة المحتلة، فهنا يقدروا يحاكموه بتهمة الاقتحام منشأة عسكرية محظورة، وكيتحاكم بناء على القانون الإسباني. أما القانون المغربي فما كيتدخلش في هذه الحالة، لأن حتى إلا دارت شي جريمة فهي كتكون خارج التراب الوطني ديال البلاد. أما النقطة اللي خلات الفيديو ديال بنسنس يخلق واحد البوز كبير، وهو أنه عاود حيا واحد الجرح قديم عند المغاربة، أنه سبق المغرب وحاول يرجع واحد الجزيرة للسيادة المغربية. هذه الجزيرة كانت هي جزيرة ليلى اللي كانت قريبة من مدينة سبتة المحتلة، وهذا الشيء بالضبط عام 2002، وكانت أصلا خاوية ولكن تابعة للاحتلال الإسباني. ولكن هذا التدخل كان عبارة على نكسة من بعد ما جا الجيش الإسباني وتدخل وجرى على ذوك الأفراد ديال الجيش المغربي اللي دخلوا لديك المنطقة بطريقة شوية خايبة. وطبعا الفيديو ديال بنسنس كان عبارة على تحدي، لأنه دخل لوحدة من جزر المغرب المحتلة. طبعا كاين اللي غيسول علاش إسبانيا غتبقى شادة في الجزر اللي صغيرة بزاف وفي نفس الوقت خاوية وما ساكن فيها حتى شي واحد. وللأسف هذه الجزر بالرغم أنها صغيرة إلا أنه كتعطي لإسبانيا السيادة البحرية، وبالقانون الدولي أي بلاصة تابعة لشي دولة كتقدر تاخذ 22 كيلومتر من داك البحر اللي داير بها. يعني بعبارة ثانية كل جزيرة كتعطي لإسبانيا 22 كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط، وهذا الشيء اللي كيخلي ليها قوة في ديك المنطقة. ولكن المغرب عنده عقيدة داخلية ومتشبت باش يرجع الأراضي ديالو، وكيعتبر أن أي بلاصة فيها الإسبان هي مناطق محتلة، يعني ماشي ناسين ولا سمحنا في حقنا. ولكن المغرب كيحاول أنه يرجع هذه الأراضي سياسيا ودبلوماسيا، لأنه اختيار الحرب مع إسبانيا هو اختيار غلط بطبيعة الحال، حيث هي دولة قوية اقتصاديا وعسكريا، زائد أنه داخلة في حلف الناتو وداخلة في الاتحاد الأوروبي، باش ما يبقاش ينقص شي واحد ويقول لا راه ما بغاوش يردوا الأراضي ديالهم من إسبانيا. ما رأيكم في تصرف بنسنس؟ هل تؤيدونه أم تعارضونه؟ شاركوا آراءكم في التعاليق، وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش ديروا متابعة للقناة وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وواحد لايك للفيديو. ولكن واحد القضية، بزاف ديال الناس كيتفرجوا في المحتوى ديالي وكينساو يديروا متابعة للقناة، لهذا اللي تفرج في شي فيديو ديالي يدير سبسكرايب ويفعل الجرس. هذا مكان. سلام عليكم.